الكعب الأحمر لو سمعت صوته على الأرض اهرب. نيجيريا، في واحدة من المدارس الداخلية حضرت مدرسة جديدة اسمها كوي كوي. كانت ست جميلة لدرجة ملفتة، ولكن تحت القناع ده وحش. كانت بتعامل الأطفال بمنتهى الوحشية وبتتفنن في ضربهم وتعذيبهم. الكل بقى بيخاف منها، والكعب الأحمر اللي لابساه بقى جرس إنذار لأي طالب بالشر بيقرب. في ليلة من الليالي كوي مدت ايديها على طالبة فتحت لها دماغها، ولكن البنت دي بنت راجل عنده علاقات. كانت كافية إنها تطرد كوي من المدرسة. لمت حاجتها وفي طريقها للبيت خبطتها عربية، ماتت في ساعتها. ماتت كوي وهي ناوية على الانتقام، وعلشان كده لحد دلوقتي في المدرسة هتسمع صوت خطوات الكعب الأحمر، ولو سمعته اهرب.